ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقة جديدة لموسم جديد من مواسم الشوارع ورمضان كريم. احنا اليوم في شارع السد وشارع بورسعيد في قلب السيدة زينب، حيث يقام السوق السنوي لرمضان، واحد من اهم واكبر اسواق الموسم في القاهرة. لكن تاريخيا لم يكن سوق السيدة زينب هو المركز الأول للفوانيس وكل شيء رمضاني. المركز التاريخي لصناعة الفوانيس وسوقهم كان ولا زال في منطقة تحت الرابع بالقرب من باب زويلة في باب الخلق منذ العصر الفاطمي ثم المملوك. انتقال السوق لمحيط السيدة زينب في شارع السد البراني بورسعيد بدأ بشكل واضح في منتصف القرن العشرين، تحديدا من الثلاثينات والأربعينات. بس عشان نفهم الصورة علينا أن نتذكر أن معظم شوارع منطقة السيدة زينب كانت تقع في ما يعرف قديما باسم الخليج المصري. الخليج المصري هو قناة مائية صناعية حفرت في بدايات العصر الإسلامي، ثم أعيد حفرها مرة أخرى في العصر المملوكي لنقل مياه نهر النيل إلى أحياء القاهرة، وظلت تؤدي هذا الدور إلى أن تم ردمها في العصر الحديث. نهاية الخليج وردمه تماما وتحويله إلى شوارع القاهرة الحديثة حدث في أواخر القرن التاسع عشر، حوالي عام 1897 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، من ضمن تطوير شوارع القاهرة ومد خطوط الترام. وهذا يعني أن السوق بشكله الحالي يعد حديثا نسبيا بمقاييس القاهرة التاريخية. بعد ردم الخليج بدأ التجار بيخرجوا من الأزقة الجانبية وشوارع باب الخلق وبيفرشوا بضائعهم على رصيف الشارع الجديد أمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها من سنة 1900 إلى 1930. وفي تلك الفترة كان النشاط الأساسي هو الشوادر اللي بتبيع اليميش والفوانيس الصاج في رمضان. العصر الذهبي للسوق كان في الخمسينات والستينات، لما أصبحت منطقة بركة الفيل وشوارع بورسعيد في السيدة زينب المركز رئيسي لتوزيع الفوانيس على مستوى الجمهورية، متجاوزة حي الحسين في حجم المبيعات الشعبية بحسب ما تشير إليه التقارير الصحفية والدراسات عن فولكلور القاهرة. حتى السبعينات كان التخصص الغالب هو الفوانيس اليدوية من الصاج والزجاج، لكن مع دخول الفانوس الصيني واستيراده تغير نمط التجارة بشكل كامل في القاهرة ومصر، وكان يبدو كما لو كان السوق ابتدى يفقد شخصيته كالمصدر الرئيسي لتوريد الفانوس المصري التقليدي اللي من الصاج والزجاج. لكن منذ عام 2015 بعد قرار منع استيراد الفوانيس تقريبا الحياة ردت للسوق دوت كالمصدر الرئيسي للفوانيس المصرية المصنعة في الورش، من سواء من الفوانيس الإزاز بالصاج أو الفوانيس المعدن أو الفوانيس الخشب الأركات اللي هي بتصنع وتباع بالجملة إلى مختلف المحافظات. لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة حول الاقتصاد بتاع السوق، لأن أغلب النشاط ده يصنف ضمن الاقتصاد الغير رسمي، لكن التقديرات بتشير عدد الزوار في ذروة الموسم خاصة في الأسبوع السابق لرمضان وأول أسبوع منه ممكن يصل إلى مئات الآلاف يوميا. مبيعات الزينة والفوانيس في منطقة السيدة زينب مع الحسين والعتبة بتمثل نحو 20-25% من إجمالي مبيعات الزينة في مصر. السوق دوت بيوفر فرص عمل موسمية لأكثر من 10,000 عامل وتاجر وأصحاب شوادر وموردين. النهاردة يصنف سوق رمضان في السيدة زينب كأكبر سوق مؤقت في القاهرة من حيث القيمة الإجمالية للبضائع المعروضة. تقدر مبيعات الشوادر في هذا الشارع لوحده بملايين الجنيهات خلال أقل من 20 يوم، وعشان كده لا تزال الحكومة المصرية مستمرة في السماح به والسماح بالشوادر بتاعته اللي بتوقف المرور في المنطقة كلها، لأن الاقتصاد بتاعه لا يمكن الاستغناء عنه. ودي قصتنا عن سوق السيدة زينب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وإلى حلقة جديدة وموسم جديد وشارع جديد في مواسم الشوارع. رمضان كريم.